على شعب تونس، سلام على أحرارها ولا ديمقراطيتها ولا تقدميها ولا أعداء الظلام فيها. سلام على شهدائنا، سلام على دمائهم الزكية، سلام لشكري بالعيد الذي ترفرف روحه عالية فوق هذا المكان الطاهر. يا ابناء تونس، هذا ردكم على حزب الاخوان المسلمين في تونس، هذا ردكم المدوي على تحشيدهم في ساحة القصبة. ماذا نقولون لهم؟ ماذا تقولون لهم؟ هل يسمع شيخ الاخوان المسلمين وتفات شعب تونس؟ هل يسمع رئيس حكومة الالتفاف على الثورة زعيم الرش والاعتداء على شعب سوريانا وزعيم الاغتيالات السياسية في تونس؟ هل يسمع شعب تونس؟ ما تنسوش ضرب الرش والكتوش. يتهمكم حزب حركة النهضة أنكم تسوقون البلاد إلى الهاوية والعدم. ماذا تقولون لهم؟ جوابكم حاليا المجلس الوطني التأسيسي فرص التآمر على ثورة شعب تونس. هذا المجلس الذي انقلب على المهمة الأصلية المناطة بعهدته، وهي كتابة دستور ديمقراطي تقدمي كما أراده شعب تونس وكما أرادته أجيال من المناضلين ضحت وسجنت واستشهدت من أجله. يا ابناء تونس، يتهمكم شيخ الاخوان المسلمين بانكم تعرقلون عمل المجلس الوطني التأسيسي وفرحة المجلس الوطني التأسيسي باختتام الدستور بتاع تونس. قولوا له اللي الدستور اللي كنت تحتفل به هو ذات الدستور الذي تصدينا له، وهو الدستور المعادي للحرية والمعادي للتقدم والمعادي لمصالح الشعب الكادح اللي ناضل وقدم ابناء وشهداء على مذبح الحرية والكرامة الوطنية. كنا نعتزم إقامة هذا اليوم الاحتجاجي من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بالعيد. كنا نعتزم القيام بذلك في شارع بورقيبة، غير أن الأحداث أبت إلا أن يكون هذا اليوم في ساحة اعتصام الرحيل إثر اغتيال خونا الشهيد الكبير محمد البراهمي، قائد من قوات الجبهة الشعبية المجيدة. وفي لحظة اغتيال محمد البراهمي سقطت شرعية حكومة علي العريض وسقطت شرعية هذا المجلس المتآمر على كل ما حققته وركبته تونس على امتداد عقود طويلة.
نحن نقسم بكل جرحانا وبكل قطرة دم زكية سالت من أجساد شهدائنا أننا لن نتراجع.